بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سادة الحضور كل حسب منصبه ودرجته، سادة العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشارك هذا المؤتمر المبارك، مؤتمر منبر الأقصى الدولي الثالث، وأحمل إليكم تحيات أحفاد صلاح الدين الأيوبي ودعائهم لكم ولإخوانهم في القدس الشريف بالنصر والموفقية والثبات والتحرير إن شاء الله تعالى. ومع هذا نقدم شكرنا وتقديرنا إلى مؤسسة منبر الأقصى الدولية راعية المؤتمر، ونقول لهم جزاكم الله خيرا على جمعكم لهذه الوجوه الطيبة من خيرة علماء الأمة وخطبائها ليجتمعوا حول نصرة المسجد الأقصى المبارك. أيها السادة، إن قضية فلسطين قضية إسلامية تقع في وجدان كل مسلم يشعر بالانتماء لهذه الأمة، وينبض قلبه بالإيمان الصادق، ويجيش صدره بعزة الإسلام، وذلك أن فلسطين تحوي القدس التي لها المكانة الدينية المرموقة التي اتفق عليها المسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، وهي مهمة ليس للمسلمين فحسب بل لكل الديانات الأخرى، لأنها مهبط الوحي والرسالات السماوية لكل الأنبياء. فالقدس الشريف هي القبلة الأولى التي توجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، وظلت قبلتهم بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة 16 شهرا، حتى أن نزل قول الحق يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. كما أن القدس منتهى الإسراء ومنطلق الوحي إلى السماء، وفيها أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في الأقصى، وفي ذلك دليل على ختم الإسلام للنبوات وشموله للرسالات السماوية السابقة، وبدء الإسراء في المسجد الحرام وانتهاؤه بالأقصى فيه ربط بين المسجدين لن يزول مهما فعل أعداء الأقصى. فالقدس قبل كل هذا أرض النبيين ودار المرسلين ومأوى الصالحين، أرض المحشر والمنشر، أرض السلم والسلام. فالقدس في اعتقادنا الإسلامي سامية المكانة عالية المنزلة، الأمر الذي يستوجب على المسلمين جميعا الدفاع عنها ولو بكلمة واحدة، والدعاء لإخواننا هناك بالصمود والثبات والنصر، هذا بالإضافة إلى الذود عنها من اعتداء الآثمين وبذل الغالي والمرتخص في سبيل تحريرها ورد المعتدين عنها. سادة الحضور، إن الواجب الديني على عاتق علماء المسلمين يستوجب عليهم تعبئة شعوبهم تعبئة كاملة حول المسجد الأقصى وقدسيتها، واستغلال المناسبات والتجمعات الإسلامية، ودعم المؤسسات الدينية التي تشتغل من أجل الأقصى، وبالأخص مؤسسة الأقصى الدولية، من أجل يبقى الأقصى مقدسا لدى الجميع. وعلى هذا النهج صار علماء الكرد، حيث كان لهم الدور الكبير في توعية الناس بأهمية القدس وضرورة الدفاع عنها. ومن هذا المنطلق شارك الكثير من الكرد في حرب سنة 1948 وسنة 1968 مقاتلين في صفوف القوات العراقية، واستشهد عدد منهم في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف. إن علاقة الكرد مع الأقصى علاقة تاريخية قديمة منذ عهد صلاح الدين الأيوبي،
حيث إن المصادر التاريخية تشير إلى أن شيركو الذي كان بمثابة قائد قوات صلاح الدين كان ينتمي إلى القومية الكردية، وكان أكثر جنوده ومقاتليه من الكرد، ومشاركة هذا العدد الهائل من الكرد جعلهم منتشرين في بلاد الشام من لبنان والأردن وفلسطين، وبقيت أصولهم موجودة هناك إلى يومنا هذا. سادة الحضور، أستبيحكم العذر لأنتهز الفرصة لتوضيح نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وهي أن نؤكد كما أكدنا عليه سابقا ونؤكد عليها اليوم وسنظل عليها، وهي أن أحفاد صلاح الدين سائرون على نهج صلاح الدين وعهده من حبهم للأقصى. إن أحفاد صلاح الدين الأيوبي سائرون على نهج صلاح الدين وعهده من حبهم العميق للأقصى الشريف، حيث إن هناك الكثير من الافتراءات الكاذبة والاتهامات الباطلة التي تثار بين الحين والآخر حول الكرد من علاقتهم بإسرائيل، إلى أن وصل الحال إلى أن تقوم إيران يوم 13 من هذا الشهر بقصف بعض المناطق السكنية في أربيل بذريعة ضرب النفوذ الإسرائيلي. إن الذين يتهموننا بهذه التهم هم الذين فتحوا معابد لليهود في طهران ولم يقبلوا بفتح مسجد واحد للسنة هناك. إن الذين يتهموننا هم الذين دمروا المناطق السنية في العراق، ومن صنيعهم أن من لا يواليهم تختلق لهم افتراءات وتتهم لهم التهم الباطلة التي لا يمكن للعقل البشري أن يصدقها. إن براءتنا من هذه التهم مثل براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. الدول التي تتهمنا بوجود علاقة لنا مع إسرائيل هم يريدون إبعادنا من المجتمع السني وتحريض إخواننا العرب وغيرهم لعداوتنا، ولكننا نحن نقول لكل المسلمين في العالم الإسلامي: نحن نفتخر أن نكون جزءا من العالم الإسلامي ونعتز بأخوتكم وصداقتكم ولا نعاديكم أبدا. أقول بصراحة: كيف كان المسجد الأقصى نقطة تجمع للأنبياء في مسيرة الإسراء والمعراج، حيث التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء المختلفين قبله، بالأنبياء باختلاف ألسنتهم وألوانهم، وتجمع معهم. واليوم تحت رحاب مؤسسة منبر الأقصى يجتمع علماء الأمة بمختلف مذاهبهم ومشاربهم وتوجهاتهم من أجل أن يقولوا: نحن أمة واحدة لحب الأقصى ولنصرته وللدفاع عنه. كما كان في الماضي، حيث اجتمع الدفاع العمري والفتح الصلاح الديني والإعمار التركي بيد سليمان القانوني في القدس الشريف، واليوم كذلك علماء الأمة يجتمع أيديهم معا من أجل الدفاع عن فلسطين ومن أجل الدفاع عن القدس ونصرتها والذود عنها. إن مسؤوليتنا جميعا يتطلب علينا النظر بثوابت التاريخ وسنن الكون ومعطيات الواقع وحقائق الغيب، واستعطاف القدرة الكاملة للرجوع بشعوبنا إلى الحركة وفق منهج الله في طريق الجهاد، لترتفع راية الدين وتكمن قيم الصدق والعدالة ويستعاد الحق وتحرر الأرض ويؤذن المؤذن فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وقر أعيننا برؤيته محررا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Efendim, Kuzey Irak İslam Alimler Birliği Başkanımız نشكر adımıza رئيس علماء المسلمين في شمال العراق. وذكرى لهذا اليوم لدينا درع تذكاري. الأستاذ آدم حياتي سوف يقوم بتقديم له الدرع التذكاري ممثلا عن مؤسستنا.